صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. النهارده بقى العشاق الشطشطه كده، النهارده هنعمل هريسه الشطه، الهريسه الليبيه بس بطريقه ناجحه. جبت الفلفل بتاعي غسلته غسله كويسه وبقيت اقطعه كده بالمقص. اهم حاجه تلبسوا جوانتي عشان الفلفل ده طبعا بيحرق الايد جدا. وانا كان عندي توم مفروم فحطيت حته كده، اللي ما عندوش توم مفروم ممكن يحط فصين توم يضربهم مع الفلفل اللي عنده. هبتدي بقى اخلص كل الكميه اللي عندي كده افرمها كويس، وبعد ما افرمها كويس هجيب حله كده نحطها على النار. دي اصل الليبيه، دي اصل الهريسه الليبيه الاصليه يعني. بتحطوا كده شويه من الزيت ومعلقتين كده من الصلصه. مجرد ما الصلصه تتحط كده وتطلع ريحتها وتبتدي ان هي تستوى في الزيت شويه، اهم حاجه ان احنا نسويها في الزيت. هنبتدي بقى ننزل بكميه الفلفل اللي عندنا اللي احنا اللي فرمناها اللي فيها توم، وهنبتدي بقى نوطي النار خالص نخليها شمعة كده لحد لما هي هتنزل ميتها وتبتدي ان هي تشربها تاني. بس يكون الفلفل ده استوى خالص، يعني هي متبقاش نية، لازم يستوي. بصوا كده بتبتدي هي تشرب الميه بتاعتها، خلاص داخله في السوا. واول ما دخلت في السوا هبتدي احط لها ملح وشويه كزبره ناشفه. ولو في كراويه بتبقى الكراويه هي اصل الليبيين بيحطوا فيها كراويه، بس احنا هنا في مصر ما بنحطوش، ما بنستخدمش الكراويه كتير، فبدلها بنحط الكزبره الناشفه وبحط شويه ملح بس وبسيبها تبرد. وببتدي ان انا اجيب البرطمانات الازاز بتاعتي الناشفه وابتدي ان انا اعبيها فيها عشان ما تعفنش. ودي احلى طريقه لهريسه الشطه الاصليه الليبيه، فجربوها مش هتندموا. الناس اللي بتحب الحاجات المشطشطه جربوها هتعجبكم قوي، وريحتها بتبقى حلوه قوي مع السندوتشات بتبقى حلوه، جربوها. هبتدي بقى كده ان انا اسيبها تبرد في حلتها كده زي ما هي، وابتدي اعبيها في البرطمانات. بس طبعا المقطع بتاع البرطمانات ده اتمسح من عندي فما يعني ما ظهرش، بس هي كده بصوا هي خلاص هي كده نشفت الميه بتاعتها والفلفل بتاعي استوى والملح والكزبره خلاص كلها اتشربت من بعضها. دلوقتي بقى خلاص نطفي النار بتاعتنا طالما اتشربت، ما نسيبهاش عشان ما تشيتش من تحت. الفلفل بيبقى بيشيط بسرعه من النار، فاهم حاجه ان انتوا ما تسيبوهاش كتير. هنا شربت الميه خلاص، هبتدي بقى ان انا اطفي عليها واسيبها تبرد خالص خالص خالص. وبعد ما تبرد هنا طبعا كنت لسه حاسه ان احنا ما بنخليهاش حادقه طبعا، بس هي كميه كبيره فحطيت شويه ملح تانيين. هنبتدي بقى هنا ان احنا نطفي عليها ونسيبها تبرد خالص. وبعد ما تبرد بنبتدي بقى نعبيها في البرطمانات بتاعتنا. ولو وصلتوا لحد هنا ولسه ما عملتوش اللايك طبعا ما تنسوش اللايك، لان اللايك هو اللي بيوصل الفيديو لاكبر عدد من الناس، فما تستخسروش ان انتوا تفتحوا الفيديو وما تعملوش اللايك. واللي حابب يكتب تعليق يبقى شكرا ليه جدا. واستنوا الفيديوهات الجايه، لسه هنعمل فيديوهات كتير مع بعض. استنوا الفيديو الجاي وما تنسوش اللايك زي ما قلت لكم. هو ده كان شكلها بعد ما خلصت وسبناها بردت وعبيناها.